تحدث هانزي فليك بعد نهاية مباراة برشلونة وفالنسيا في ليلة خطف فيها رافينيا الأضواء من الجميع. فماذا قال المدرب الألماني؟ أولاً، فليك قال: رافينيا كان من المفترض أن يبدأ أساسياً، لكن في برشلونة القوانين فوق الجميع. تأخر عن الجلسة التنشيطية، فجعلت العقوبة درساً واضحاً: الانضباط قبل الموهبة. لكن ردة فعله كانت أبلغ من أي اعتذار. دخل الملعب وكأنه وحش جائع، وسجل هدفين رائعين جعلوا الملعب يهتز باسمه. لعب وكأنه يقول: عاقبني أكثر وسأرد بالأهداف. ثم أضاف فيليك: اليوم أمام فالنسيا لم نكن مجرد فريق يلعب كرة قدم، كنا منظومة حقيقية. 6 أهداف من دون يامال ومن دون ديونغ، ومع ذلك قدم الفريق عرضا كاسحا. هذا برشلونة الذي نريد أن نراه دائما، منضبط جائع ولا يرحم خصومه. واختتم فليك حديثه قائلا: حين أرى ردة الفعل التي قدمها رافينيا، وحين أرى الفريق يقسو على خصم كبير مثل فالنسيا بسداسية، أشعر أنني أمتلك مجموعة قادرة على الفوز بأي بطولة. هذه الروح هي التي تصنع تاريخ برشلونة، وهذه العقلية هي التي تجعلنا لا نخاف من أي خصم في أوروبا.